قبل الأذان بدقايق والدنيا حواليك ماشية عادي، موبايلك في ايدك، تفكيرك في الشغل، انشغالك في تفاصيل اليوم، وفجأة الأذان يترفع فتقول ايه ده؟ هو الوقت عدى امتى؟ هو احنا مشغولين ولا احنا غافلين؟ الغفلة مش انك تعمل معصية كبيرة، غفلة انك تعيش من غير ما تحس ان قلبك مرتاح او محتاج لربنا. تصحى، تشتغل، تضحك، تزعل، تنام، وايامك ماشية من غير ما تسأل نفسك انا رايح فين ولا جاي منين. احنا مش وحشين، بس بقينا متعودين على النعم فمش شايفينها، متعودين على الصلاة فبقيت عادة، متعودين على الذنب الصغير فبقينا مش شايفينه ذنب اصلا. الغفلة بتيجي تدريجي من غير صوت. اكتر حاجة مخيفة في الغفلة انك ما بتبقاش حاسس بيها. القلب بيبعد شوية، بعدين شوية، بعدين تتعود، لحد ما تيجي لحظة تحس فيها بفراغ، فراغ مش مفهوم. قبل الأذان النهاردة جرب تعمل حاجة بسيطة جدا. خد نفس عميق، بص للسما وقول يا رب، يا رب فوقني. بس كده، مش محتاج اكتر من كده. الصحوة مش محتاج ان هي تاخد محاضرة طويلة او تقول محاضرة طويلة، هي محتاجة لحظة ادراك ان انت غافل. الغفلة مش نهاية طريق، هي بس انذار ان قلبك محتاج يرجع يركز، يرجع يحس، يرجع يبص لفوق بدل ما يبص حواليه بس. ربنا مش بعيد، احنا اللي انشغلنا. قبل الأذان لو حسيت ان الايام بتجري وانت بتجري معاها، اهدى، اقف، ركز. يمكن مش محتاج تغير حياتك كلها، يمكن محتاج تصحى بس، وقول النهاردة يا رب ما تسيبنيش اعيش غافل. ده كان قبل الأذان. اشوفك بكرة يا صديقي، لحظة جديدة.